مرحبا بكم في عكس الحقيقة. في تاريخ الجزائر حقبة تسمى العشرية السوداء. شنو العشرية السوداء؟ حرب أهلية بين أحزاب وحركات إسلامية سلفية متشددة مع النظام السياسي الجزائري. قتل فيها أكثر من 200 ألف جزائري واستمرت ل10 سنوات من 91 إلى 2001. شلون صارت؟ بعد أن أصدر رجال الدين في السعودية فتاوى اعتبرت النظام السياسي الحاكم في الجزائر نظام كافر ويجب الجهاد في سبيل الله للتخلص من هذا النظام. كانت الفتاوى المحرضة تصل إلى الجزائر عن طريق المجلات أو الكاسيتات تدعوهم إلى نصرة الإسلام، الجهاد في سبيل الله، وقتل كل من يتعاون مع هذا النظام. وقعت مجازر مرعبة بحق المدنيين، كانوا يذبحونهم بالسيوف. في واحدة فقط من هذه المجازر قتل في ساعات قليلة أكثر من 400 شخص. انتهت في عام 2001 بعد أن تورطت السعودية بحادثة ضرب أبراج نيويورك المشهورة، ورجع نفس رجال الدين وأصدروا فتاوى جديدة تدعو إلى إنهاء القتال والتصالح مع نفس النظام اللي كان كافر بالسابق. قبلها صدرت فتاوى بدفع الأمريكي بضرورة قتال الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. كانت السعودية هي الراعي الرسمي لإرسال المقاتلين إلى هناك. كانوا المقاتلين يروحون من دول إلى العمرة أو إلى الحج، يجدون أنفسهم في أفغانستان في وسط المعركة. بعدها نشأت التنظيمات الإرهابية المسلحة المتشددة ومنها أسامة بن لادن، واستمرت الحروب بعدها، وخلال 10 سنوات فقط قتل من المسلمين الأفغانيين 176 ألف شخص. بعد احتلال العراق صدرت عشرات الفتاوى المشابهة من نفس رجال الدين بالجهاد في سبيل الله. بدأت بالتحريض على قتل الرافضة وتحولت إلى قتل المرتدين، والمرتدين يشملون جميع المذاهب وجميع الأديان. وقتل من العراقيين خلال هذه الفترة مو أقل من 300 ألف عراقي، وحتى الجثث ذبحت. في 2013 اجتمع المئات من رجال الدين وأصدروا فتاوى بالجهاد في سبيل الله في سوريا، وقتل على أثرها 500 ألف مواطن سوري. أما في اليمن أعيد نفس السيناريو السابق مع تدخل عسكري، قتل على أثره 233 ألف مواطن يمني. ما حسبنا الجرحى ولا المعاقين ولا المهجرين ولا النازحين ولا الأزمات الإنسانية والجوع والموت والأزمات الاقتصادية والنفسية وغيرها الكثير من مخلفات حروب الفتاوى. في أقل تقدير أدت الفتاوى التكفيرية إلى قتل أكثر من 2,000,000 إنسان مسلم خلال أقل من 20 سنة، وأدت إلى تهجير في أقل تقدير 15 بليون مسلم، ناهيك عن الخسائر المادية والاقتصادية التي لحقت بعدد كبير من البلدان. كل الإسهال اللي تشوفونه في الفتاوى التكفيرية الجهادية انقطع مع فلسطين. لم تصدر فتوى واحدة للجهاد في سبيل الله كما يقولون في فلسطين، ولم تكفر إسرائيل، ولم تدعى الشباب إلى الالتحاق وتفجير أنفسهم. ليش؟ لأن كل الفتاوى التي صدرت كانت بخط الحاخام وأصوات كبار العلماء والمحدثين العرب.